صباح الخير، صباح الفل، صباح كل حاجة حلوة. زي ما انتوا شايفين معايا كده، احنا لسه النهار بادئ يشقشق ونازلين رايحين فين؟ احنا طالعين رحلة القاهرة. انا وولادي جنة ومحمد، ومعايا اختي وولادها فرح وزياد، ومعانا صاحبتهم ملك اللي هي ورايا دي، وقاعدة تعمل حركات اللي هي خلتني اساسا اقفل صوت الفيديو واعمل عليه صوت جديد لان الدوشة، وطبعا كمان صوت العربيات حوالينا، وكنا قاعدين نستنى الاتوبيس اللي اتأخر علينا ده. بس ما في ثواني كده واجا الاتوبيس وطلعنا. اخدنا مكاننا في الاتوبيس انا والولاد وجبنا قهوة. قلت لازم المشوار ده لازم له مج قهوة كبير كده يظبط دماغي علشان اقدر استحمل اللي هيحصل في الاتوبيس ودوشة الشباب واللي عملوه. هتشوفوا معايا دلوقتي كان من بداية ما طلعنا واحنا لسه جوه دمياط، ما طلعناش بره دمياط، يعني لسه حتى ما طلعناش على الطريق الدولي، وهم بدأوا بقى شغلوا الأغاني والرقص والصوت العالي والهزار والشقاوة. بس بصراحة هو كان وقت لطيف. هنا شباب زي ما انتوا شايفين مبسوطين، وكملوا على كده طول الطريق زي ما انتوا شايفين معايا. انا قافله صوت الاغاني وصوت الكلام والباص وكده، لان دي خصوصيات وكمان عشان حقوق الطبع والنشر. وزي ما انتوا شايفين كده لولو وبنت خالتها فرح كانوا فرحانين وقاعدين يهيصوا مع بعض كده مع نفسيهم شوية. بس بصراحة أنا كنت فرحانة لفرحتهم ومبسوطة عشان هم مبسوطين. وزيزو ابن أختي ده كان بصراحة فاكهة الرحلة كلها، كان عامل شغل جامد، رقص وهزار وأغاني وكل حاجة كل حاجة. شاب بقى وربنا يفرحه يا رب ويسعده. بس كان عامل روح كده للرحلة، والناس كلها حبته في اليوم ده، يعني عمل علاقات مع كل الناس. طبعا الرحلات دي يعني بتعرفنا بناس جديدة وبنشوفهم لأول مرة. في ناس أخدنا نمرهم وخدوا نمرنا، يعني كنا بصراحة أول مرة نكلمهم كده، بس جمعونا مكان وجمعنا وتعرفنا، وكان بصراحة يوم جميل. هتشوفوا معايا احنا رحنا أماكن كتير جدا في اليوم ده. ده محمد قاعد بيشجع بس يعني كان قاعد يشجع الشباب، هو ملوش في الرقص والتنطيط والكلام ده، كان بيشجعهم وخلاص، يعني هو كان مبسوط كده. ف بصراحة كان يوم جميل وضحكنا فيه واتبسطنا فيه، ويعني عملوا كل اللي نفسهم فيه. هو يوم تعب بس شفنا اماكن جديدة وتعرفنا بناس جديدة، والشباب ولادنا بقى اتفسحوا وغيروا مودهم وغيروا جو. احنا كده كنا خلاص وصلنا القاهرة، وزي ما انتم شايفين معايا كده كنا خلاص داخلين. اول حاجة رحناها الاهرامات، فدخلنا الاهرامات وبعد كده بس مقطع الاهرامات ده ما تصورش. بعديها دخلنا مكان كده في نزلة السمان، سفاري، مكان كده فيه خيمة وفي مكان للشوي وتقضي فيه وقت حلو. كان المنظر طالع على الأهرام، بصراحة كانت القعدة فيه حلوة جدا، والجو كان جميل. شمس طالعة صحيح يعني مطرت على خفيف كده، بس كان الجو حلو. او هي اللمة اللي مخلية كل حاجة حلوة، لما والجو الحلو والشباب اللي كانوا عاملين جو بصراحة تحفة، يعني عملوا كل حاجة عشان يتبسطوا ويبسطونا معهم. احنا اتبسطنا وفرحنا لفرحهم، يعني انا بشوفهم قدامي فرحانين مبسوطين بجد ببقى سعيدة اليوم. هنا لولو طبعا زي ما انتم شايفين واقفة فوق صورة علشان تاخد سيلفي مع الاهرامات، وقضوا الوقت هناك كده، يعني كله تصوير ومع الاهرامات. وهتشوفوا دلوقتي هما مع الخيل
وصوروني طبعا مع خلفية الهرم. بس انا كنت كده بدأت اهيس يعني، خلاص بدأت اصدع ومن الدوشة. على قد ما كنت مبسوطة بس الدوشة كانت تعباني. الاماكن اللي انتوا شايفينها دي اماكن سفاري، مخيمات، اماكن شوي، رحلات تحفة ممكن تتعمل فيها في الصيف او في الشتاء او في سهرات بالليل. بجد بتبقى جميلة جدا يعني. انا كان نفسي اقضي اليوم فيها. بس طبعا لسه في اماكن كتير، هم كانوا عاملين بروجرام في اماكن كتير، فكان لازم في اليوم ده نروح كل الاماكن اللي هم محددينها. الفيديو هنا طبعا مش هيكفي كل الاماكن اللي احنا رحناها، هصور لكم جزء تاني. لو ما عملتش الفيديو على بعضه هعمله جزئين. هنا انا بصور لكم الخيمة من جوه. هي قاعدة عربي كده، قاعدة لذيذة جدا. قعدنا جوه، وطبعا كان نفسي اقعد في هدوء يا جماعة والله، وكنت اتمنى ذلك. بس طبعا جابوا السماعات وشغلوا اغاني واشتغلوا تاني في الرقص والتهيص والكلام ده، فيعني ما قدرتش استمتع بالهدوء. هنا لولو ومحمد كانوا قاعدين يهزروا ويرقصوا مع بعضهم كده وهم قاعدين. وكملنا اليوم لحد تقريبا، قعدنا لحد العصر او بعد العصر كده. قعدنا في المكان ده، قضينا الوقت وكلنا وشربنا واتبسطنا يعني في المكان ده شوية. وبعدين نزلوا هم راحوا بقى ايه، اسطبل خيل. هتشوفوا معايا دلوقتي هم حتى مصورين مع الخيل، وركبوا خيل وطلعوا على الطريق بيه وكده. انا قعدت، انا قلت لهم روحوا انتوا كملوا انتوا اللي انتوا عايزين تعملوه، وسيبوني قاعده ارتاح، لان بصراحه كنت بدات اصدع جامد. هنا دخلوا عند الخيل وصوروا لي بقى وهم هناك. هم قاعدين عايزين يتصوروا مع الخيل اللي هناك، بس طبعا البنات خايفه. زي ما انتوا شايفين معايا كده، ملك قاعده ايه عايزه تتصور، والحصان عايز ياكل هدومها. الصراحه هما يعني انا بحب الخيل، يعني الخيل عز زي ما بيقولوا، وده خيل عربي زي ما قالوا لهم هناك. هم اتصوروا مع الخيل وبعد كده طلعوا بيه على الطريق. زي ما انتوا شايفين كده، قعدوا بقى خدوا جولة كده في الاسطبل الخيل، وصوروا الخيول اللي هناك وتصوروا معاها. وقعدوا برضو ايه، كل اللي خايف واللي عامل فيها شجاع واللي مش عارف ايه ده محمد وفرح مش عايزة تلمس الحصان اساسا. قاعدين يصوروا بقى الخيول اللي في العنابر بتاعتها، أنا معرفش اسمها ايه، عنابر تقريبا. وهنا الحصان ده كان امور قوي قاعد يهز في شعره، بس بيقولوا ان هو كان غيران علشان هم راحوا على الخيل التانيين وسابوه، فهو كان غيران فمعترض بيهز في راسه. الخيول يا جماعة حساسة جدا، فهو فاهم ازاي هم يسيبوه وهم رايحين للخيل التاني. سبحان الله سبحان الله بجد. هنا بقى بيكملوا السيشن بتاعهم على صور الخيل والكلام ده. وزياد واقف ياخد دوره برضو، لازم يتصور، امال ايه. واحنا نقنع فرح انها تتصور، لا هي يدوب لمسات وكده وخلاص يعني، مش قادرة يا جماعة. وهنا برضو هنا جابوا الخيل عندنا في الخيمة وقعدوا ياخدوا جولات كده جوه السفاري ده. بس احلى حاجة الواحد شايف الاهرامات كده، بجد المنظر تحفة، والواحد بيتفرج كده على حضارتنا في الاهرام، وحضارتنا في حاجات كتير جدا. ومصر جميلة، مصر حلوة وفيها اماكن يعني احنا لازم نعرف بلدنا ولازم نشوف بلدنا. يعني انا اللي مشجعني قوي وخلاني نزلت الرحلة دي بجد، ان انا يمكن شفت الحاجات دي قبل كده. يعني انا جيت القاهرة كتير،
بس من زمان، اما ولادي ما شافوهاش كتير وما شافوش اماكن، اما راحوها ما راحوش اماكن الاثريه زي الاهرام، ما شافوش اماكن كتير